الفيديو الأخير للفنانة لبلبة بعد أكلة الفسيخ نقلوها للعناية المركزة وهي في حالة حرجة جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيها ويعافينا جميعا. الفنانة لبلبة إنسانة محبوبة عند كل الجماهير، ناس حبتها علشان دمها الخفيف وبراءتها وطبيعتها. مين ينسى الدور بتاعها مع محمد هنيدي وهي كانت بتقول له أنا ولا رحاب يا طه. الإنسانة لبلبة إنسانة محبوبة عند كل الجماهير بدمها الخفيف. طب إيه الضجة اللي حصلت للفنانة لبلبة وليه نقلوها إلى المستشفى؟ طبعا شفنا مقاطع كده من الفيديوهات اللي هي كانت منزلاها، وهي كانت ماسكة كده البصل وكانت ماسكة الفسيخ وكانت عمالة تغني وقالت أنا أهو بقضي شم نسيم معاكم، وكان تحت شجرة كده وليكن كانت في جنينة. طب ايه اللي حصل؟ طبعا هي قالت كده في الفيديو، قالت بالنص، قالت لاصحابها عايزين، كانت بتقول لاصحابها يعني انا عايزه اجي معاكم ناكل زي ما الناس ما بتاكل يوم شم النسيم في الجنينه وناكل فسيخ. طبعا صحابها قالوا لها ازاي انت مجنونه، انت فنانه ومشهوره هتبقي معانا في الحديقه او ايا كان هنروحوا، فالناس كلها هتتلم حواليكي، فالاحسن انك ما تجيش معانا يعني علشان الناس ما تتلمش حواليكي واحنا كلنا قاعدين. فهي طلعت لنا بقى في فيديو تحت شجره كده وكانت ماسكه الفسيخ وقالت يا جماعه انا معاكم اهوت وانا باكل الفسيخ معاكم والله وماسكه البصل. طب ايه اللي حصل للفنانه لبلبة بعد ما اكلت الفسيخ والبصل؟ طبعا هي بعد ما عملت لنا الفيديو ده شفنا بعدها كده بساعات لقيناها في كده منشور نازل الفنانه لبلبة في المستشفى وهي في حاله حرجه. طبعا الله اعلم ان هي مثلا تكون اكلت الفسيخ، تقلت في الاكله ديت. طبعا انتوا عارفين اولا ان هي مسنه، وطبعا عارفين اكله الفسيخ دوت يعني اللي ما يتقالش فيه قوي، اللي عنده السكر اللي عنده الضغط اللي الناس المسنه، فالله اعلم ممكن يكون هي اكلت الفسيخ مثلا تقلت في الاكله قوي، فعلشان كده مثلا تعبت وادوها يعني للمستشفى. فان شاء الله تطلع لنا بفيديو وان شاء الله نطمن عليها وان شاء الله تكون كويسه. اسال الله العظيم يا رب ان يعافيها ويعافينا ويشفي يا رب كل مريض، امين يا رب العالمين. هو ده كان موضوعنا النهارده اللي حصل. بعد ساعات قليله شفنا المقطع الفيديو وهي كانت منزلاه، وبعد كده جالنا منشور اللي هي نقلوها الى المستشفى. وده الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع الف سلامه يا احلى مشاهدين واجمل متابعين في الدنيا بحالها. باي باي.